لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أكثر من 2,000,000 حاج بدأوا التوافد على منى لقضاء يوم التروية ليستأنفوا رحلتهم هذه الليلة إلى جبل عرفات. من بينهم 8,300 حاج وحاجة تونسيين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. 89 منهم تحصلوا على عفو ملكي بعد إيقافهم بحجة عدم شرعية جوازاتهم وتأشيراتهم. كما تم السماح لحجيج تونس بنظام الرد الواحد في التصعيد، مما سيمكن من تركيز الجهود والتقليل من حالات الضياع وتحسين الظروف. موسم الحج هذا العام غاب عنه الإيرانيون بعد التوتر الذي ساد العلاقات السعودية الإيرانية إثر مقتل أكثر من 400 إيراني غداة حادثة التدافع التي راح ضحيتها أكثر من 2,400 حاج. غلق الطريق إلى الله هذه جريمة ويجب أن يحاسبوا عليها. ما فعلته السعودية هذه السنة أسوأ مما فعلته العام الماضي، ولكن في يوم عرفة سنثبت للعالم أن قلوبنا هنا. مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ، والذي اعتذر ولأول مرة منذ 3 عقود عن إلقاء خطبة يوم عرفة هذا العام، وصف الإيرانيين بغير المسلمين، ما زاد في تأجيج الخلاف. من جهة أخرى توفي ما يقارب 239 من ضيوف الرحمن منذ بدء الموسم الحالي وحتى يوم أمس. وكانت السعودية قد قررت للعام الرابع على التوالي تخفيض عدد حجاج الداخل بنسبة 50% وعدد حجاج الخارج ب20% بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.